من الفضاء لهاواي. قصة صغيرة بس فيها مشاعر كبيرة، وكمان نقدر نقول عليها درس في الحب والانتماء. فاكر يا صديقي الكائن الأزرق اللي كان بيخرب كل حاجة قدامه، اللي كان بيخوفك ويضحكك في نفس اللحظة؟ هو رجع، بس المرة دي لايف أكشن وبشكل مشفناهوش قبل كده. فيلم ليلو أند ستيتش 2025، حاجة كده لايف أكشن عائلي فانتازيا وكوميدي وخيال علمي كمان. الفيلم من بطولة مايا كايلو في دور ليلو، وسيدني أيودونج في دور ناني أخت ليلو، ورجع لنا كريس ساندرز بصوت ستيتش اللي متعودين عليه من زمان. في جزيرة هاواي الهادية، ليلو طفلة صغيرة بتعيش مع أختها ناني بعد ما فقدوا أهلهم. حياتهم مش سهلة، مليانة مشاكل، بس ليلو بتحاول تلاقي الثقة والحب بأي شكل. فبتقرر تتبنى حيوان، وبيقع حظها في ستيتش اللي هربان من الفضاء. الحكومة بتدور عليه وخارب الدنيا يا صديقي. بس ليلو بتبقى نقطة التحول في حياة ستيتش، بتعلمه يعني ايه حب ويعني ايه صداقة. ده طبعا من خلال مغامرات كتير مجنونة هنشوفها في الفيلم، بيتكون بينهم علاقة قوية، وستيتش بيتحول من كائن أزرق مدمر لأخ حقيقي، ويبقى جزء من العيلة. والفيلم بيوصل لنا رسالة قوية في كلمة واحدة: وهانا. وهانا يعني العيلة، وإن العيلة مش شرط تكون كاملة، بس الأهم إن محدش يبقى لوحده. وأنا عايز أقول لك يا صديقي إن ديزني صرفت على الفيلم حوالي 100 مليون دولار، والفيلم حقق نجاح أكتر من المتوقع. وصلت إيرادات الفيلم في أول شهر من عرضه 858 مليون دولار. الفيلم بتصور بتقنية أنيميترونيك والسي جي آي، وده عشان ستيتش يبقى واقعي قابل للمس. الفيلم متصور بالكامل في جزيرة هاواي علشان يحافظ على طابع القصة الأصلية اللي احنا متعودين عليها من زمان. الفيلم بنسخته الجديدة بيجمع بين النوستالجيا والواقعية، وبيقدم رسالة عن الحب والانتماء. فيلم بسيط بس فكرته عميقة، عن العيلة والمغفرة، وإن كل واحد فينا يستاهل فرصة تانية. الفيلم ده يا صديقي مش بس للأطفال، لا ده لأي حد نسي يعني إيه كلمة عيلة. ولو وصلت لهنا يا صديقي ما تنساش تعمل لنا متابعة ولايك وشير، وقول لنا في الكومنتات لو اتبنيت ستيتش هتعلموا الحب والصداقة ولا هتتجننوا سوا. وسلام.